السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ نادي الخلود السعودي اللي من مدينه ابها السعوديه صعد السنه دي للدوري السعودي دوري روشن للمحترفين. وطبعا اول حاجه بيفكر فيها نادي الخلود ان هو يتعاقد مع مدير فني اجنبي يكون كويس، لان هو هيدخل وسط المعمعه ويلعب مع الكبار، هلال واهلي بقى واتحاد ونصر وقادسيه وشباب وتعاون ووحده، الدنيا هتبقى صعبه عليهم جدا. فالنادي ده بيطلع منه اخبار مؤكده ان هم بيتفاوضوا مع جوزيه جوميز مدرب نادي الزمالك. المدير الفني الحالي لنادي الزمالك عنده شرط جزائي، الشرط الجزائي ده بكل سهوله يقدر نادي الخلود يدفعه ويستقطب المدير الفني المتميز جوزيه جوميز. طيب ايه علاقه كهربا بموضوع انتقال جوزيه جوميز؟ جوزيه جوميز في الزمالك وكهربا في الاهلي، ايه العلاقه يعني؟ جوزيه جوميز قال انه في حاله انتقاله لنادي الخلود هو عايز كهربا يكون معاه، بما ان كهربا ما بيلعبش حاليا مع النادي الاهلي وعلاقته متوتره مع مديره الفني الحالي مارسيل كولر، فقال لك نجيبه معانا وخلاص ونريح الاهلي من كهربا اللي ما عندكش بديل ليه. حتى دلوقتي راح المودست وما عندكش مهاجم غير وسام ابو علي. حتى لو كان عندك مودست هو دلوقتي راح خلاص، لكن هو وجوده زي عدمه. كنت بتلعب مودست على كهربا؟ يا راجل يلي ما بتفهمش، يا راجل يلي بتضيع اللعيبه. مارسيل كولر هو السبب في ضياع كهربا، ولو كهربا اتنقل لنادي الخلود وجوزيه جوميز عمل اللي في دماغه هيكون السبب في الاول والاخير هو مارسيل كولر. مارسيل كولر بيدمر اللعيبه، بيدمر النادي الاهلي. مارسيل كولر عامل مشاكل مع كل اللعيبه، مش معقول اللعيبه دي كانت ماشيه قبل كده، قبل مارسيل كولر وايام سيد عبد الحفيظ ما كان موجود ما كانش في مشاكل من دي بتظهر. دلوقتي المشاكل بقت كبيره جدا، وواحد زي كهربا بيتظلم في النادي الاهلي. على فكره كهربا بيعمل اللي عليه، ملتزم منضبط، بيروح التمرين، لما بينزل ويلعب بيهدف وبيساعد الفريق، وقاعد على الدكه بيساعد كل زمايله. عايز منه ايه اكتر من كده؟ انت فضلت تضغط على كهربا لحد لما انفجر، ولما جه انفجر جيت تقول له انت اللي غلطان والمدير الفني على حق ومش عارف ايه وكلام من ده. واصل المدير الفني زي ما شوبير بيقول امبارح، اصل المدير الفني عنده مبادئ وقيم واهم حاجه عنده الانضباط. انضباط ايه يا عم؟ انضباط ايه؟ انت تدمرني وتفضل تضغط عليا لما تخلينا انفجر. انا راجل بلعب كويس وبحط اهداف وهداف فرقتي، وانا اصلا ما بلعبش اساسي وملتزم في التدريبات وكل حاجه، وفي الاخر تيجي تلعب لي مودست اللي ما بيعرفش يستلم كوره ومعادنا انا بره احتياطي واحيانا تستبعدني من المباراه. ايه يا عم في ايه؟ ما هو برضو يا جماعه الظلم وحش، انت لا بتساوي في الظلم ولا بتعدل اصلا ما بين اللعيبه. فجاه الاقي لعيب مستواه كويس، فجاه قعدته ضيعت مستواه وجبت لي واحد ما بيلعبش خالص زي محمد طاهر مرجعه، وبعدين هو خلاص اصلا ماشي من النادي الاهلي، جايبه عشان يلعب مباراه كامله وياخد لي مان اوف ذا ماتش وبتاع. هيفيدني في ايه؟ هيفيدني في ايه طاهر لما ياخد مان اوف ذا ماتش ولا يلعب مباراه كامله؟ لعب لي. فين رضا سليم؟ فين الناس دي؟ فين بيرسي تاو؟ اللعيبه دي راحت فين؟ انت يا مارسيل يا كولر السبب في ده كله، انت السبب في اللي بيحصل ده كله، انت السبب في عدم الانضباط اللي موجود حاليا في اوضه اللبس واللي حتى في الملعب. فانا بقول لكم يا اهلاويه من دلوقتي، مارسيل كولر لو فضل على عناده مع كهربا وكهربا ما لقاش اللي يحتويه ويحل له مشكلته وازمته، نادي الخلود السعودي بنسبه كبيره هيتعاقد مع جوزيه جوميز خلاص، وبعد كده هيسحب معاه كهربا للسعوديه. وانت بقى اقعد بوسام ابو علي بس لوحده وما عندكش ولا مهاجم، ودمر الفرقه وبوظ الفرقه. يلا بقى الله المستعان. بس لحد كده خلص الفيديو بتاع النهارده. اتمنى ان انتوا تشتركوا في القناه وتعملوا لايك للفيديو، وبتشرف دايما بمتابعتكم. سلام.